الصعب تاريخيا أن يتأهل ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، وماذا عن تصريحات كيميتش وموسيالا؟ وما الوضع غونزالو غارسيا مع ريال مدريد والقنبلة التي انفجرت البارحة عن عودة مورينيو؟ إذا أنت مدريدي دعمنا بلايك ومتابعة، ويلا نبدأ بالتفاصيل. عندما سئل كيميتش عن مستوى ريال مدريد في الدوري يقول لا يهم أداؤهم في الدوري، فعندما يأتون إلى دور الأبطال يقدمون أداء مختلف، لهذا السبب أعتقد أن أداءهم السابق في الدوري لا يهم. أما بالنسبة لموسيالا فيقول سنتأهل ضد ريال مدريد وحافزنا كبير. أما بالنسبة لغونزالو غارسيا فرسميا سيغادر غونزالو غارسيا في الصيف مع امتلاك ب 50% للنادي، والنادي الأقرب إلى الانتقال إليه هو نادي نيوكاسل الإنجليزي. وكالعادة موقع تشيرينغيتو لا يهدأ وهو يطالب بعودة مورينيو. الجميع في الاستوديو كانوا يطالبون بعودة مورينيو، بنت قال فليأتوا مورينيو، هيا تعال مورينيو. ودييغو بلازا يقول مورينيو صحيح يعاني مشاكل مع بنفيكا، وهذه هي الفترة لجلب مورينيو إلى ريال مدريد. ويدعم جوزيب بيدرو كلامهم الاثنين ويقول يا لهم الأمن الرائع، مورينيو لديه الانضباط الذي يريده ريال مدريد. انفجرت هذه القنبلة بعد تصريح مورينيو أن إدارة بنفيكا تفرض عليه إشراك بعض اللاعبين في التشكيلة. وبالنسبة لمباراة الغد لبايرن ميونخ وريال مدريد، فريال مدريد تاريخيا لم يتأهل 5 مرات بعد خسارته ذهابا في سانتياغو برنابيو. وبالنسبة لبايرن ميونخ فتاريخيا لم يتأهل إلا مرة واحدة من أصل 30 مرة عندما يفوز في الذهاب على ملعب الخصم، وريال مدريد بمن حضر على مدريد.